يطلق صوتا جهوريا يصل إلى 140 ديسيبل، قوة صوتية تكفي لإصابة الكائنات بالصمم الفوري. ولحماية سمعه زود بآلية ميكانيكية دقيقة تغلق قناة الأذن تلقائيا لحظة فتح منقاره للصياح. تصميم وقائي مذهل. ليس صياحه رد فعل للضوء، فلو وضع في غرفة مظلمة تماما لأيام سيستمر بالصياح قبل الفجر في نفس الموعد بدقة. فقد ضبطت داخله ساعة بيولوجية لا تخطئ، برمجت لتتزامن مع وقت السحر ليكون بمثابة منبه طبيعي للكائنات. وفي الحركة منح قدرة عصبية فريدة تبقي رأسه ثابتا تماما في الفراغ مهما تحرك جسده بعنف. تقنية تثبيت الصورة هذه تمنحه رؤية بصرية مستقرة أثناء الركض، وقد ألهم البشر منها صناعة مثبتات الكاميرا المتطورة، وعينه ليست كعيننا، إذ هيئت لرؤية الأشعة فوق البنفسجية، مما يكشف له طيفا من الألوان والخفايا التي لا يدركها البشر. أما العرف فوق رأسه فليس للزينة فقط، بل صمم كمبادل حراري يضخ الدم فيه لتبريده ثم إعادته للجسم. ومع القوة ألهم الإيثار، إذ ينقر الأرض لدعوة الإناث عند العثور على الطعام، مفضلا إياهن على نفسه حتى يأكلن. طائر جمع بين تكنولوجيا البصر ومكارم الأخلاق، يبصر ما لا نرى ويستيقظ حين ننام. رسالة كونية لإيقاظ القلوب الغافلة.